السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن زوجة سيدنا لوط وعن أول ناس في البشرية مارسوا فاحشة الشذوذ الجنسي ونفجر مفاجأة بالنسبة لها. في الأول سيدنا لوط يبقى ابن أخو سيدنا إبراهيم، آمن بيه وآمن بدعوته بإخلاص شديد جدا وساعده في نشر الدعوة. لما هاجر سيدنا إبراهيم من بابل على بلاد كنعان هاجر معاه سيدنا لوط. سيدنا إبراهيم استقر في فلسطين وربنا بعت سيدنا لوط إلى قوم سدوم وعمورة، بتعتبر دلوقتي في شمال الأردن. مين هم بقى قوم سدوم وعمورة؟ القوم دول كانوا قطاعين طرق، حرامية، بيقتلوا أي حد ماشي غريب يمر بأرضهم، فكانوا بيقتلوه ويغتصبوه وياخدوا فلوسه. كانوا لا يؤتمنوا، يعني إذا حد راح حتى عندهم أمانة أو حاجة كانوا يقولوا ملكش عندنا حاجة. بالإضافة للمصيبة الكبيرة وهي أنهم كانوا أول ناس في تاريخ البشرية بيمارسوا فاحشة الشذوذ الجنسي، وكانوا بيمارسوها علنا في الطرق، في نواديهم، في مجالسهم، في أي مكان كانوا بيعملوا الفاحشة دي. كانت رسالة سيدنا لوط ليهم إن هم يرجعوا عن الطريق اللي هم فيه، إن هم يرجعوا للطريق القويم ويأمنوا بالله الواحد، ما يمارسوش الفاحشة ديت، يرجعوا يتجوزوا الستات علشان دي فطرة ربنا اللي ربنا فطر الناس عليها. هما ما أمنوش بيها وما أمنوش بسيدنا بالكلام اللي بيقولوا سيدنا لوط وقعدوا يستهزئوا بيه. المفاجأة في زوجة سيدنا لوط إنها ما كانتش من قوم سدوم وعمورة، لا، كانت من قومه هو. يعني هو اتعرف عليها في بابل، اتجوزها في بابل، خلف منها بنتين، جه معاها لسدوم وعمورة علشان يبلغ دعوته. ربنا وصف زوجة سيدنا لوط بالخائنة لأنها خانت الأمانة، خانت عهد إنها تبقى زوجة نبي، وبالتالي ما أمنتش بيه، كان بتبلغ القوم كل اللي كان بيعمله، استهزأت بيه، ما كانتش على قدر من المسؤولية، وبالتالي استحقت لفظ خائنة واستحقت عذاب الدنيا والآخرة. فضل الوضع على ما هو عليه، سيدنا لوط يدعوهم إلى الطريق القويم وهم بيقولوا له لأ وبيعندوا فيه، لغاية ما في يوم من الأيام في 2 شباب شكلهم حلو جدا جم خبطوا على بابه. 2 ضيوف أغراب، فتح لهم الباب وضيفهم، بس كان قاعد متضايق وكان مرعوب إن القوم يعرفوا بالاتنين الأغراب دول ويجوا يغتصبوهم. وده اللي حصل، إن مرات سيدنا لوط أبلغت القوم إن في 2 شباب شكلهم حلو جدا عند جوزها، تعالوا اغتصبوهم. بالفعل جم حصروا البيت، قعدوا يخبطوا، خرج لهم سيدنا لوط، عايزين ايه؟ قال له عايزين الضيوف اللي عندك. قال لهم ارحموا ضعفي، انا لو كنت عندي قوة ولو كان ليا اهل اقوياء كانوا وقفوا قدامكم، دول بناتي اتجوزوهم، ده اطهر ليكم. وده التفسير بتاع الآية القرآنية، لأن مفيش نبي هيعرض بناته لأن القوم يغتصبوهم علشان ينقذ ضيوفه، لكن سيدنا لوط كان بيعرض بناته للجواز، إن هما يتجوزوهم، وده أطهر ليهم وللفطرة السليمة اللي ربنا فطر الإنسان عليها. لكن هم قالوا له لا، احنا مش عايزين بناتك، احنا عايزين الضيوف اللي عندك، إذا ما طلعتهمش احنا هنخش ناخدهم. دخل سيدنا لوط وقفل الباب عليه وغم الدنيا كله فوق وعلى وشه، لأنه مش قادر يحمي ضيوفه. فضحكوا الشابين وقالوا له محدش فيهم هيقدر يوصل لنا، احنا ملايكة ربنا ليك وبنبلغك ان الناس دي هيصيبها العذاب الصبح، على الصبح هتكون القرية دي منتهية. فسيدنا لوط استبطأ العذاب. يعني ايه على الصبح؟ قالوا له يعني أليس الصبح بقريب؟ يعني انت استنيت منهم ده كله؟ استنى لغاية الصبح، خد أهلك واللي آمن من أهلك معاك واطلع بيهم بالليل ومحدش فيكم يلتفت ورا. وخرجوا طبعا الملايكة في وسطهم من غير ما هم يشوفوهم. على بالليل سيدنا لوط راح واخد بناته وخد الخدم اللي هم أمنوا بيه وخرجوا ما التفتوش وراهم. ربنا أمر ملائكة العذاب إن هم يشيلوا القرية دي ويرفعوها لفوق، فارتفعت القرية لغاية ما أهل السماء سمعوا صريخ قوم سدوم، وراح ربنا قلبها رأسا على عقب وأرسل عليهم حجارة من جهنم بالنار علشان تكويهم. مرات سيدنا لوط التفتت وراها، صابها العذاب اللي أصاب قومها، لأن ربنا كان وعد بالعذاب ده ليها، وده اللي بلغته حتى الملائكة لسيدنا لوط أما قالوا له إلا امرأتك هتكون مع الغابرين، هتكون مع القوم اللي أهلكوا. ودي كانت طبعا النهاية العادلة للقصة دي. دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وفي الصفحة عشان يوصلكم كل جديد. تحياتي.